وعاوز اوجه رساله لبن شرقي وامام. ايه يا جماعه؟ اذا رايت رؤيتي فانظر الى الاعلى، فالزمالك في المقدمه. الزمالك على بعد نقطه، وهو الانز هيجيب لكل الاهلاويه نقطه واحده كفيله بتغيير مجريات الكون، نقطه واحده واخليك تندم ان انت قابلتني في الشارع. يجي واحد اهلاوي يقول لك يا عم ده كله بالحرمان، يا عم انت عندك 45 دوري وبتعمل لك كل سنه اندبه وقلبان وبتفرق عني، ما حدش كلمك، هتيجي على ارمط يعني والدنيا تقوم ما تخلصش. يا عم صباح الفل، الزمالك بيكسب سموحه 1-0 في مباراه بهدف لعدي الدباغ ابن حبيب قلبي. على الناحيه الثانيه الاهلي بيكسب انبي برعايه التحكيم المصري وضربه جزاء من وحي خيال الحكم، والدنيا زي ما قشطه في الخلاط يا بالحاج. ولكن مفاجاه الموسم بيراميدز بيتعثر قدام سيراميكا كليوباترا وفاضل نقطه وهجيب لكل الاهلاويه نقطه في الدم، نقطه هيفرح بها الجمهور. اتعانى من ظلم كتير الفتره اللي فاتت، من ازمات لايقاف قيد لمستحقات لقصه طويله عريضه، لكن في النهايه هل يكتب سيناريو جديد؟ هل يتوج الزمالك بطل للدوري الكونفدراليه؟ الزمالك 3 مباريات على المحك ويخش موسم عظيم استثنائي يحط صبعه في عين التخيه. قبل ما اكلمك عن اي حاجات تعال نتكلم في حته مهمه جدا. ما تشوف يا عم التحكيم المصري عمل ايه النهارده؟ ضربه جزاء من وحي خيال الحكم ايه؟ حلب يا عم والدنيا زي ما قشطه في الخلاطه. اول مره اشوف يا عيني فريق وبالذات الاهلي السنه دي بعد ما يكسب ثلاثيه الجمهور ماشي يعيط في الشارع. فوز الزمالك على سيراميكا، فوز الزمالك على سموحه غير ترتيبات كتيره جدا. في الشوط الاول خرج جمهور الاهلي على السوشيال ميديا بعد نهايه الشوط الاول فرحان بالنتائج ايجابيه، تعادل الزمالك، تاخر بسيراميكا او تاخر بيراميدز قدام سيراميكا، الدنيا زمالك. يخلص الشوط الثاني بواقع أليم. تخيل فريق كسبان 3 وجمهور زعلان. الزمالك النهارده بفوز قدام سموحه غير حاله الاهلاويه النهارده، واللي كمان كانوا بيشجعوا ايه؟ سيراميكا. لكن مع تعالى نتكلم في حته مهمه جدا بالبلد كده. نقطة واحدة قادرة على تغيير الموسم، نقطة واحدة هتخليك في حتة تانية. وعاوز اوجه رسالة لبن شرقي وامام. ايه يا جماعة؟ اذا رايت رؤيتي فانظر الى الاعلى، فالزمالك في المقدمة. الزمالك، وتعالى نتكلم بقى في لقاء سموحه. الزمالك بيكسب سموحه 1-0 وتحصل سيراميكا وبيراميدز بيقول لك خد الدوري على طبق من فضه. الزمالك فاضل له نقطة وهيجيب لي الدنيا بحالها نقطة. طرحك طرب يالا واعمل اللي انت عاوزه. لكن انا بتكلم في نقطة مهمة جدا يا جماعة. ايه سموحة ده؟ انت ناقصك الدوري الانجليزي، تقعد تلعب في الدوري الانجليزي واشوف الجرينتا والحماس. اقسم بالله لو بتلعبوا كده كنتوا عديتوا المراكب والدلنجات. لكن ما علينا، هيجي واحد يقول لك يا عم تزعلش العبوا بروح. لا والله مش زعلان، حقك يا عم، لعبت بروح يلا 1-0 جنب اخواتك. الزمالك مش هكلمك على اداء، انت عاوز تتكلم على اداء مش هكلمك على اداء. ليه اتكلم على اداء؟ اقول لك الاداء حتى كان سيء وما عجبنيش، لانها داخل نهائي افريقيا. عندي كمان 4 ايام نهائي وهلعب قدام اتحاد العاصمه في الجزائر، مباراه مشدوده. هقول لك بمنتهى الامانه ربع ساعه كانت كفيله تعرفك قيمه اخوان الفنا بزاويه. ربع ساعه كانت كفيله تقول لك تسلم البطن اللي شاهد اخوان الفنا بالزاويه، تسلم البلد التي انجبت اخوان الفنا بالزاويه. الزمالك يمتلك جوهره صفقه الموسم، بل نجم الموسم بيرفع عرضيه تحس ان الزمن حصل فيه وقوف كده. خد الكوره عدى برجليه الشمال، الزمن وقف، الكوره راحت لابن البكري عدي الدباغ عشان يسكن الهدف الاول. ويعاني سموحه القمرين والطاقه تعلى والادرينالين يضغط في دماغهم ويعملوا مباراه ملحميه بلا هدف وحط على مليون خط على زي ماتشات برضه الناحيه الثانيه كانت بلا هدف يا عيني. في النهايه مش هكلمك على اداء، والله ما هكلمك على اداء. انا عندي مباراه ملحميه واللعيبه مضغوطه. وخليني اقول لك حاجه، انا هتكلم على اداء ازاي ولعيبتي منهكه، لعيبتي ما بتقبضش، لعيبتي مضغوطه. كل ده اكلمك على فنيات ازاي. تقول لي يا عم انت بتدي لعيبتك حجج ايه؟ مش حجج، انا عندي لعيبه ما عندهاش بديل، انا ما عنديش عمق سكواد. وقلتها لك هات الزمالك وهات بيراميدز، انا عمق سكواد اكبر كف بيراميدز تحكم. هات الاهلي والزمالك عمق السكواد الاهلي يكسب. هات اي فريق عمق سكواد في الدوري المصري في ال7 الكبار على الاقل هتلاقي سكواده بما فيهم احسن من سكواد الزمالك. كل لاعب عنده مركز واثنين وثلاثه. لكن في النهايه الحلم يقترب وفرحه جماهير نادي الزمالك ببطولتين هيخلوا شكلك بالنسبه للناس متغير. بطوله في اصعب ما فيك
بتكسب الاهلي باقوى ما فيه في الدوري الصعب ده مباراه. وسيبك بقى من حوار اهلي وزمالك، انا مبسوط بسبب التنافسيه لحد نهايه الموسم، مبسوط. خلي بالك انت النهارده هتدي درس قوي للاهلي لو قدرت تاخد نقطه واحده من سامقه الخصم الصعب وعلي ماهر وسكواد الاهلي الثاني سكواد الاهلي بي، غير في جونه سي وعندك زد بي، عندك سكوادين تاني الاهلي مترمين في نص الفرقه. لكن برضه بعيد عني، انا اكسب اتعادل نقطه ايجابيه، نقطه هجيب لهم النقطه. مش عايز اكسب سيراميكا، والله ما عايز اكسب سيراميكا، انا عايز اتعادل. مش عاوز لو قدامي ان انا اكسب قدامي ان انا اختار التعادل عشان اجيب لهم نقطه. الناحيه الثانيه مباراه مفصليه البيراميدز، تكسب سموحه الاهلي باي باي الى الكونفدراليه والبط الكيني والوز الاوغندي والموز اللولبي. ومش عاوز تقول، مش كنت تقول على بطوله الضحك؟ العب في بطوله الضحك بقى، عاوزك تلعب في بطوله الضحك يا صاحبي وتوريني مقامك العظيم. في النهايه ما بحبش اطول عليك، لكن عجبك كلامي واول مره تشوفني ليك حاجه تعمل لك اشتراك، وانا ليا حق عليك انك تعمل لك اشتراك. ما عملتش حطها في الكومنتات، رايك انت فوق دماغي ويحترم. وباذن الله اشوف حلقه جديده، والسلام.